تعالي هقولك شوية تريكات هتودي الأكل بتاعك في حتة تانية خالص، من ناحية التسوية والطعم والبهارات وكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد هتخلي كل اللي ياكل منه يقول بجد تسلم ايديكي. وازاي ورق العنب تطلع الرزاية الحبة بحبتها، وسر الخلطة الرهيبة اللي الكل هيحلف بيها، واللفة اللي هتلفيها مش هتاخد منك وقت، ومفيش ولا رزاية تطلع بره. ده غير التسوية اللي هتبقى مظبوطة وعلى نار هادية. قبل اي حاجة صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واكتبولي في الكومنت اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اول حاجة بنسمي بسم الله، وهنا بنقطع الخضرة بتاعة المحشي زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بدأت بالكزبرة الخضراء. طبعا مقادير المحشي فيها كزبرة خضراء، بقدونس وشبت ونعناع، جاف او فريش مش هتفرق. انا هنا بقطع الشبت زي ما انتوا شايفين. انا هنا كنت قطعت الكزبرة وادي الشبت وادي البقدونس زي ما انتوا شايفين كده. التركية بقى المهمة في الموضوع النعناع الفريش. في ناس ممكن تتفق او تختلف معايا فيه، بس انا بالنسبة لي النعناع الفريش بيودي المحشي في حتة تانية خالص. في الاول كده انا مبدئيا غسلته وهقطفه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وطبعا من غير العيدان انا هقطعه لان انا خلاص مش محتاجة العيدان في اي حاجة. وهنا هولع النار واحط الحلة اللي هسلق فيها البتنجان. ودي تركاية من التركات الجامدة جدا، لان كانت امي الله يرحمها كانت بتقول علشان يفضل قلب البتنجان حلو وابيض من جوه تسلقيه بالعنقود بتاعه، وهغطي عليه بالشكل ده. بعد كده هقطع النعناع زي ما انتوا شايفين. هفرمه فرم ناعم جدا، وهنزل عليه في بقية الخضار. بعد كده هحط حلة على النار فيها المية عشان اسلق فيها ورق العنب. طبعا المية باردة مش لازم تكون سخنة. هنزل بالملح وبعدين ورق العنب بعد ما غسلته كويس جدا هنزل بيه بالشكل ده. الكمية كانت تقريبا ربع، وهغطسه بالشكل ده. لازم تتبع معايا الخطوات خطوة بخطوة علشان الاكل يطلع معاكي مظبوط. هنا انا حطيت ليمونية مقطعة 4/4 علشان يفضل لون ورق العنب محتفظ بلونه. وهغطي الحلة واشوف الخطوة اللي بعد كده. انا هنا هعمل الحشوة بتاعت البتنجان. هنا انا نزلت بالفلفل الحامي، وكان عندي بنجر مسلوق، انا بحب سلطة البنجر فقطعته. وبعد كده هنزل بالملح وشوية خل، وهنا معلقة كبيرة توم، كزبرة ناشفة، وكمون، وشوية شطة. انا مش حاطة شطة كتير لان اوريدي الفلفل حامي. وبعد كده هعصر ليمونتين كبار. لان علشان
البتنجان يطلع حلو وفريش لازم يتعصر له ليمون. اول حاجة ان هو مش هياخد معاكي ساعة تمليح، يعني يدوبك مسافة ما بتخلصي الاكل هتلاقي البتنجان اتملح وطعمه تحفة. ده زائد ان كمان ممكن يقعد معاكي في التلاجة اسبوع. دي الخلطة بتاعت البتنجان، وادي البتنجان اهو لسه شوية قدامه. لسه عايز يستنى شوية كمان. نيجي هنا بقى نفتح على ورق العنب وهشوف ايه الاخبار. لسه شوية هغطسه بالشكل ده واغطي عليه تاني. كده البتنجان يعتبر استوى خلاص. انا جسيته هنا لقيته خلاص طرى، يعني كده جاهز على الحشو. وهنا ورق العنب تمام، مش لازم يتسوى تسوية كاملة عشان هيكمل سواه مع الحشو. هنا بقى جبت حلة على النار واحط معلقة كبيرة سمنة وشوية زيت. طبعا اللي حابب يعمل خلطة المحشي زيت بس تمام، سمنة بس تمام، سمنة وزيت او زيت ذرة، ايا كان يعني كل واحد حسب رغبته. انا هنا كنت فرمة بصلتين كبار، عصرت البصل كويس وقسمته على نصين. النص الاولاني هشوحه التشويحة دي عشان التسبيكة بتاعة المحشي. وهنا هبدأ اهدي النار زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة البصل لونه يتغير، انا عايزاه يدوبك يتكرمل علشان انزل بعد كده بالطماطم. الجوانب اهي بدأت تغير لون. والتركية المهمة بقى اللي في الموضوع كله معلقة توم مفروم. هفضل اقلب بالشكل ده. انا مش عايزة البصل ياخد لون، انا عايزاه بس يكون لونه متكرمل. وهفضل اقلب لحد ما لون البصل يتكرمل شوية. وبعدين هنزل بالطماطم. انا ضربها في الكبة، انا مش عايزاها عصير وتبقى كلها مية، انا عايزة الطماطم يدوبك بس تبقى ماسكة نفسها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ولو الطماطم فاتحة ممكن نحط صلصة. انا هنا حطيت معلقتين صلصة كبار علشان اغمق لون الطماطم شوية. وهفضل اقلب بالشكل ده مع مراعاة ان انا ما غيرتش لون البصل، انا يدوبك بس كرملته. وهنا هنزل بالبهارات وهنزل بالتوابل عبارة عن كمون، كزبرة، فلفل اسود، 7 بهارات، جنزبيل، شطة، جوز الطيب، وكوبيبة صيني. وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. واغطي عليها وهنزل بالملح واقلب. واغطي عليها تاني. طيب اعرف منين ان الطماطم اتسبكت؟ اول ما المادة الدهنية تفصل عن الصلصة كده اعرف ان هي اتسبكت. انا هنا نزلت بمرق الدجاج، لو بتحبيها تمام، ما بتحبيهاش مفيش اي مشكلة. التوابل مع الصلصة اللي انا عملتها هتودي التسبيكة بتاعة ورق العنب في حتة تانية خالص. انا هنا نزلت بالرز بعد ما غسلته وصفيته كويس، مع مراعاة ان انا طبعا ما نقعتهوش. وهقلب بالشكل ده، هخلي كل الرز يتغلف بالصلصة كويس.
واخلي كل المية اللي انتوا شايفينها دي تتشرب، مع مراعاة طبعا ان انا مش هسويه تسوية كاملة. ودي اهم تركاية في الموضوع كله، ان انتي لما تيجي تسبكي الطماطم وتشوحيها كده مع الصلصة على النار، ممكن تقعد معاكي لو اتبقى جزء من الخلطة تحطيها في التلاجة لمدة اسبوع، او ممكن تحتفظي بيها في الفريزر وتستخدميها بعدين. هنا نص البصلاية التانية، او انا بشرت بصلتين علشان المحشي. حطيت نص البصل، يعني بصلاية كاملة اللي انا شوحتها، ودي البصلاية التانية النية، والمية دي اللي انا صفيتها هستخدمها وهقول لكم هستخدمها في ايه. من الحاجات برضو اللي بتخلي المحشي في حتة تانية خالص البصل الني مع معلقة توم وشوية فلفل صغيرين، فلفل اسود وشوية ملح، هندعكم كده مع بعض وهنزل بيهم على الخلطة قبل الحشو. شايفين كده يعتبر الرز اتشرب، انا مش عايزة اسويه تسوية كاملة. التركية دي اللي هتخلي الرز لو انتي سبتيه في التلاجة مثلا، الخلطة بتاعت ورق العنب خلص وتفضل فيه خلطة، بدل ما تبوظ منك وتترمى حرام، ممكن تسيبيها في التلاجة لتاني يوم، ممكن تحشيها اي حشوة تانية، او ممكن تشيليها في الفريزر وهتستخدميها بعدين. انا جبت هنا البتنجان بعد ما اتسلق، وسبته يبرد. هشيل القمع بالشكل ده وهفتحه كده، شايفين كده الحشوة كمان اتبلت. مجرد ان الاكل يخلص، عايزه اقول لكم اساسا هتاكلوا منه على الغداء، او مجرد ان الاكل كله يخلص ما بياخدش وقت. الطريقه دي ما بتاخدش وقت، وانا متهيألي ان بيبقى خفيف عن المعده عن البتنجان المقلي. والتتبيله والله كأنكم بتاكلوا بتنجان زي اللي بيتباع بره، مع المراعاة ان انتي عاملاه في البيت، وحاجه مضمونه وحاجه انتي اللي عاملاها بايدك. طبعا الخل والليمون بيخلوا البتنجان في حتة تانية خالص. انا كده خلصت حشو البتنجان، وهسيبه في التلاجة لحد ما الاكل يخلص. ودي هنا اخر واحدة، واللي مش حابب يحط سبايسي ممكن فلفل اخضر عادي. ودي شكل البتنجان بعد ما حشيته. هغطي عليه واسيبه بقى في التلاجة لحد ما الاكل يخلص. انا هنا بعد ما الرز اتشرب هسيبه يبرد، لان انا مش عايزة انزل بالخضرة عليه بعد وهو سخن. بعد ما ينزل مع النار هسيبه يبرد شوية، وبعد كده هنزل بالرز بالشكل ده. طبعا هي الطماطم مش واضحة في الفيديو، بس هي الطماطم كتير يعني مش شوية. عايزة تقللي عايزة تزودي، كل واحد وراحته يعني. كده انا قلبت الخلطة كلها من فوق لتحت، وهنزل بالبصل اللي هو متبل بالملح والفلفل، ومعاهم معلقة ثوم. الخطوة دي بتخلي المحشي في حتة تانية خالص. وهزود هنا شوية زيت. طبعا احنا حاطين مادة دهنية ساعة لما سبكنا البصل بالطماطم، بس روح المحشي في الزيت. المحشي يحب الزيت، وطبعا بيخليه في حتة تانية خالص. طبعا عايزة تزودي سمنة زبدة اللي انت عايزاه، بس هي التركية المهمة في الموضوع كله المحشي 3 حاجات عشان يطلع معاكي مظبوط. اول حاجة البصلة النية اللي في الاخر، تاني حاجة بتحطي الزيت وتقلبي بالشكل ده، تالت حاجة وده الاهم النعناع. محشي يعني لازم تحطي نعناع سواء فريش او ناشف. وبعد كده هجيب الحلة واعمل البطانة من تحت علشان المحشي ما يتلسعش.
انا هنا كان عندي العيدان بتاعه الخضره، هحطها كده من تحت. طبعا كل واحد وراحته، يعني انا هنا نزلت بالجزر، ممكن تحطي شرايح طماطم، شرايح بصل، شرايح جزر، بس العيدان بتاعه الخضره بتديله طعم حلو قوي. بقطع الجزر كده بالشكل ده بحيث ان انا اعمل بطانه جامده علشان المحشي ما يتلسعش. هوزع بالشكل ده بحيث ان ما يبقاش قعر الحله باين خالص. وشويه ورق لورا. هنا انا جبت ورق العنب وهلف معاكم بالشكل ده اللفه التقليديه. بس هنا في الخطوه دي انا ممكن اقعد 3 ساعات فيه. طب ايه الحل؟ هتشوفوا معايا. شايفين دي اللفه التقليديه خالص. انا هنا جبت كيس بتاع تلاجة، فردت عليه ورق العنب. وطبعا كلنا عارفين او اللي بيتفرج ولسه ما يعرفش ان الناحية الخشنة هي اللي بتبقى من جوه والناعمة من بره. وهطبق الجنبين بالشكل ده واجيب سكينة وهغطي كده بالكيس النايلون واشد زي ما انتوا شايفين. شايفين الجمال؟ في اروع من كده؟ تاني هجيب ورق العنب الخشن من جوه، ومش حامله المحشي كتير يعني عشان الصباع ما يطلعش كبير. هطبق يا دوبك بس الجنبين واتني الكيس النايلون واحط كده السكينه وهشد بشويش وهو هيتلف مع نفسه. شايفين طالع ازاي؟ ادي تالت واحده. هحط برضو المحشي او الرز ونلف الجنبين واشد الكيسة بالشكل ده وهكذا. شايفين الجمال والروعة؟ هنا هولع النار واجيب الحلة واحط زيت. طبعا اللي حابب يعمل الرز بالسمنة مفيش اي مشكلة، بس الرز يعني برضو زيت لان بيخلي الحباية طالعة كل حبة بحبتها وما بيعجنش وما بيلزقش. هنا انا بحمر الشعرية، عايزين رز ابيض كل واحد براحته، بس الرز بالشعرية بيبقى طعمه احلى. كده انا حمرت الشعرية وغسلت كوبايتين من الرز وصفيتهم كويس تماما. وطبعا معلومة للي ما يعرفوش يعني او بيتفرجوا عليا لاول مرة، كل كوباية رز عليها نص معلقة ملح. انا هنا عندي نزلت بكوبايتين رز، يعني معلقة كبيرة، معلقة شاي اسفة، معلقة شاي ملح ونص علشان الشعرية، يبقى معلقة ونص ملح. وهقلب بالشكل ده، اجيب الشعرية من فوق لتحت وكمان عشان اوزع الملح. لازم اقلبه كويس جدا قبل ما احط المية، لان طبعا مجرد ان انا حطيت المية، ودي معلومة طبعا للبنات او لاي حد بيتفرج عليا، الرز بعد ما المية بتتحط ما بيتقلبش. وهنزل بالمية المغلية، ولازم تكون مية مغلية، حتى لو ما فيش كتل ممكن نسخن مية في اي حاجة. انا دوبك غطيت السطح بحاجة بسيطة جدا ونزلت بورقتين لورا وهغطي عليها. هنا انا عندي الفراخ كنت مقطعاها، وطبعا بنضفها تحت الحنفية بالشكل ده، بشيل منها اي حاجة ملهاش اي لازمة،
زوائد جلدية، دهون، مطرح اي حاجة فيها دم، وانضفها بالشكل ده. والتركية المهمة في الموضوع كله، مش هنقعد مية وخل وملح وليمون واغسلها بالدقيق والكلام ده كله. شوفوا الخطوة دي وبجد والله هتدعولي عليها. انا هنا بشيل الزوائد الدهنية، انا ما بحبهاش في الفراخ، ملهاش اي لازمة. بغسلها غسلة حلوة زي ما انتوا شايفين، ان هو يا دوبك المية هتخليها زي الفل. اي حاجة فيها دم زي ما انتوا شايفين انا بتخلص منها تماما. بغسلها غسلة حلوة، ومش محتاج ان انا انقعها في مية وملح وليمون وخل والكلام ده كله. شطفة حلوة زي ما انتوا شايفين، مية جارية. وهقول لكم على التركية المهمة الخطيرة اللي مش هتخليها زفرة نهائي. والكبدة هي كمان مغسولة غسلة حلوة، والقوانص كله كده زي الفل. وهصفيها بالمصفى، انزل بقى كل المية اللي فيها. التركية في الموضوع كله مية البصل اللي انا تبلتها، حطيت ملح وفلفل اسود، هنزل بيها. دي هتضيع الزفارة تماما من الفرخة، والله بأمانة هتدعولي عليها. انا هنا كمان زودت فلفل اسمر. الفلفل برضو مع مية البصل بيضيع اي زفارة. والله بأمانة لو جربتوا الوصفة دي هتدعولي عليها، وأمان عليكم لو جربتوها وطلعت حلوة تدعوا الأم بالرحمة. لأن أنا جربت حاجات كتير ووصفات كتير وملح وليمون وخل ودقيق وكل حاجة، رجعت قلت لا، دي كانت أم الله يرحمها كانت دايما قبل ما تسلق الفرخة كانت بتتبلها بمية البصل، ملح وفلفل اسود. والتتبيلة دي حرفيا ما بتاخدش وقت. مش هقولك حطيها نص ساعة ولا ساعة في التلاجة، انت عشان تعملي فراخ مسلوقة لازم تتغسل وتتصفى وتتحط على طول. يدوبك عايزة اقولكوا 5 دقايق والموضوع كله منتهي، لان اساسا مية البصل مع الفلفل الاسود بيضيع اي زفارة. جبت حلة على النار سخنتها كويس جدا، وهنزل بيها في الفراخ علشان اديها صدمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا طبعا صفيتها تماما من مية البصل. هنا هاجي افتح اشوف الرز، كده المية اتشربت وكده الرز تمام. طبعا مع مراعاة ان الرز ما بيتقلبش. كده انا فتحت الغطا على الفراخ، كده الجنب اللي تحت او الناحية اللي تحت خلاص اخدت الصدمة. هغطي عليها لمدة 5 دقايق، وكده فتحت عليها تاني وهقلب كل ده على الناحية التانية. وهرجع اغطي عليها تاني. كده خلاص زي ما انتوا شايفين، هي يعني مش هقولكوا اخدت لون، بس انا كنت عايزاها توصل للمرحلة دي ان هي تغير لون. وبعدين هنزل بالبصل المقطع، وعندي جزراية وفلفل حامي وطماطمايه، وهنا حبهان ولورا. وهقلب كل ده. وهنزل بالمية المغلية لحد ما اغطي الفراخ بالشكل ده واغطي عليها. هفتح واحط الملح، معلقة كبيرة ملح، وهقلب بالشكل ده واغطي عليها تاني. هنا انا جبت حلة على النار وحطيت نص كوباية مية،
ومعلقة كبيرة سمنة، ومكعب مرق الدجاج، انا حطيت هنا مكعبين، ومعلقة ملح، ومعلقة صلصة، ورق لورا، وهغطي عليها. الخطوة دي اللي هي الشوربة اللي انا هسقي بيها ورق العنب، انا هنا زودت نص مية، نص كوباية مية كمان. يعني لو ما عندكيش اي شوربة عندك شوربة فراخ تمام، شوربة لحمة، اي شوربة موجودة ممكن تسقي بيها ورق العنب. مش موجودة ممكن تعملي الخطوة دي، ان انت تحطي مرق الدجاج، دي هتغنيكي عن الشوربة نهائي وهتقضي بالغرض. طبعا الرز هنا خلاص استوى، وزي ما فهمتكم طبعا ان الرز ما بيتقلبش نهائي اثناء التسوية. وفي المرحلة الاخيرة ان انا اوريدي اتأكدت ان الرز استوى، هقلبه بالشوكة عشان ما يعجنش، وهقلبه كده من فوق لتحت، ادخل فيه الهواء وهسويه بالشكل كده واغطي عليه، وكده خلاص الرز استوى. دي برضو من التركات المهمة، ما تقلبيش الرز وهو في مرحلة السوا. كده الشوربة اللي انا هنزل بيها على ورق العنب خلاص اوريدي جاهزة. هنا انا حطيت ورق العنب، طبعا هحطه الاول على النار. انا هنا هحط فلفل حامي ورصيت الليمون، والليمون من الخطوات المهمة علشان ورق العنب ما يسودش. وهنزل هنا بالشوربة اللي انا عملتها بالشكل ده، ومش هغطي السطح، يعني يا دوبك ان الكوباية دوبك هتسوي الكمية دي كلها. وبعدين حطيت طبق وغطي عليها، ومجرد ان ياخد مثلا ربع ساعة كده على النار، هروح موطيه النار تماما، وبعد كده اطفي عليه. هنا انا جبت معلقة كبيرة من الصلصة، وحطيت ملح وفلفل اسود عليها وشوية مية، وهقلبها بالشكل ده. طب ليه عملت الخطوة دي؟ الخطوة دي علشان ادهنها فوق الفراخ بعد ما تتسلق، بدل ما احمرها والتحمير يبقى فيه دهون ويطرطش على البوتاجاز، او ان انا ادخله في فرن والفراخ تنشف، او احطها في الاير فراير والاير فراير برضو هينشف في الفراخ. الخطوة دي هتخليها مش ناشفة، وفي نفس الوقت هتديها لون. كده الفراخ بعد ما اتسلقت انا هدهنها بالصلصة بالشكل ده، زي ما فهمتكم ان الصلصة هتديها لون حلو كأنها متحمرة، وفي نفس الوقت هتديها طعم، وغير كده مش هتنشفها. انا مش عايزاها تبقى ناشفة واللي ياكل يحس ان هي ناشفة وهي بتتاكل، طبعا عشان احنا محتاجين الشوربة، فعشان كده انا سلقتها وقطعتها قطع زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي عندها اطفال كتير او حابة يعني تقطعها مفيش مشكلة، عايزة تخليها سليمة كل واحد وراحته. انا هنا دهنت الفرخة كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الدرج الرف اللي في النص. وفي نفس الحلة اللي انا عملت فيها الشوربة بتاعت ورق العنب، من غير ما هغسلها هصفي الشوربة بتاعت الفراخ علشان اعمل بيها الملوخية. هصفيها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. واهم خطوة في الموضوع كله معلقة توم مفروم، دي هتودي الملوخية في حتة تانية خالص. طبعا اللي حابب يزود صلصة او طماطم كل واحد حسب راحته. احنا هنا بالنسبة لنا في اسكندرية يعني احنا بنحب ناكل الملوخية وفيها طماطم او معلقة صلصة.
انا حطيت هنا نص معلقة سكر وكزبرة ناشفة، وهسيب الشوربة دي تاخد غلوة. طبعا هنا انا بعد ما سبت الشوربة تاخد غلوة نزلت هنا بمكعب مرقة دجاج. طبعا اللي ما بيحبش مرقة الدجاج ما فيش اي مشكلة، انا سبتها تغلي وتتسبك بالشكل ده، وبعدين هنزل عليها بالملوخية الخضراء. مع احترامي طبعا لكل الناس اللي بتعمل ملوخية فروزن، انا بحب الملوخية خضراء تتقطف وتتغسل وتتنشف واخرطها بالمخرطة، الطريقة اللي كلنا اتربينا وتعودنا عليها. واهم حاجة يكون في ايدي مضرب بالشكل ده افك الملوخية وانا بنزلها مع الشوربة، مع مراعاة ان انا مش مولعة عليها النار، وهقلبها بالشكل ده. وهنزل ببيكربونات نص معلقة صغيرة، حتى لو فارت مفيش اي مشكلة. الخطوة المهمة والاهم في الموضوع ده كله ان الملوخية سواء خضرة او فروزن او ناشفة ما بتتغطاش عشان ما تسقطش وتسود في الحلة. هنا انا جبت الطاسة وهنزل معلقة سمنة كبيرة وهعمل التقلية. وهنزل معلقة توم كبيرة، وشوية كزبرة ناشفة، ومعلقة هريسة شطة معلقة صغيرة. طبعا اللي حابب تكون اي حراقة مفيش مشكلة، اللي مش حابب كل واحد وراحته. وهقلبها بالشكل ده. طبعا انا مش قلقانة لان الثوم متفرزن كده كده، مع سخونية السمنة هيتفك لوحده. وهحاول اقلب كويس جدا علشان الثوم ما يتحرقش، لان الثوم بالزيت لو لونه اتغير هيمرر وهيخلي الملوخية طعمها مش حلو. دي شكل الملوخية بعد ما نزلت بيها وما غطيتهاش، والطماطم او الصلصة بتوديها في حتة تانية خالص. ادي التقلية والريحة طبعا تجنن. هنزل بيها بالشكل كده واقلب من فوق لتحت كده. الفراخ خلصت، ورق العنب خلص، والتسوية بتاعته تمام. شايفين المنظر؟ كل حاجة بالتركات والخطوات خطوة بخطوة مع بعض الاكل طالع بالشكل ده. ولو انتوا بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا. ياريت تدعموا القناة وتشتركوا فيها وتعملوا لايك وتكتبوا كومنت وتصلوا على رسول الله. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتعملوا الملوخية ازاي، او ايه التركات اللي المفروض كنت اعملها وما اتعملتش. واتمنى يكون الفيديو عجبكم.